اسعدنا جميعا. المغرب رفعت راس العرب، وطبعا وتاهل تاريخي برصيد 7 نقاط وصداره للمجموعه. المجموعه السادسه فازت على كندا 2-1، كانت فازت على بلجيكا 2-0، تعادلت مع كرواتيا وصيف العالم، وبلجيكا المصنفه الثانيه في العالم، وكندا يعني واحده من الفرق القويه والممتازه. منتخب المغرب سجل له حكيم زياش في الدقيقه الرابعه، وسجل له يوسف النصيري في الدقيقه 23. حتى هدف كندا كان عن طريق الخطا، وسجله نايف اكرد في مرمى. عندنا الحقيقه يعني طبعا هتكلم على المغرب، وعندنا برضو بعض الفيديوهات ليها، ولكن خلونا نشوف الفرحه الرائعه. المغاربه لما بيحتفلوا في اي مكان في العالم ليهم شكل ظريف، وتلاقي معاهم الادوات الموسيقيه والطبله والالات النحاسيه والحاجات دي، حتى في الملاعب دايما بيروحوا بيها. وفي قطر عملوا نفس الاسلوب بعد ما فازوا 2-1 على كندا وتأهلوا. امبارح كان الجمهور المغربي حاجة تفرح، يعني أكثر من 40,000 مغربي موجودين في الملعب، تشجيع بشكل غير عادي. الجمهور ده الحقيقة يعني يحرك الصخر زي ما بيقولوا. والمغرب مش وراه بس 40 مليون مغربي، لا وراه 450 مليون عربي. يعني أنا امبارح قعدت أتابع في رد الفعل في كل العالم. مغاربة على فكرة ليهم مجاليات في أوروبا في دول كثيرة جدا، مش في فرنسا فقط، في فرنسا، في بلجيكا اللي عرضت لحضراتكم قبل كده فيها، في هولندا، في ألمانيا، في إيطاليا، وبأعداد كبيرة جدا، وفي أسبانيا بالتأكيد. فكل بيخرج يحتفل وتشعر كأنهم في المغرب. تعالوا نشوف. اسبانيا امبارح اللي هتقابل المغرب احتلت المركز الثاني في مجموعتها وخسرت من اليابان 2-1. كتير بيقولوا ان اسبانيا خسرت متعمده، وكانت تفضل الحصول على المركز الثاني عشان تتفادى لقاء كرواتيا. لكن انا بقول لكم ان شاء الله ستندم كثيرا، وان شاء الله المغرب هتشرفنا امام اسبانيا. بالمناسبه اسبانيا مش غريبه على المغرب، بينهم وبين بعض 15 كيلو. الجمهور المغربي بيتابع واللاعبين بيتابعوا الدوري الاسباني وعارفين كل اللاعبين عن قرب. في بعض اللاعبين بيلعبوا في الدوري الاسباني زي يوسف النصيري، زي ياسين بونو وغيرهم. ففي علاقه قويه وفي متابعه دائما. 52 سنه واسبانيا يعني طلعت تاني المجموعه، لكن انا ما اتخيلش ان في فريق بيتعمد الهزيمه. طب ما المانيا كان ممكن تفاجئنا وتعمل مثلا سكور مثلا، يعني كان ممكن المجموعه يحصل فيها اي تغييرات او اي انقلابات. كره القدم غداره زي ما بيقولوا، يعني كره القدم غداره. لنفع طبعا اسبانيا ان هي كانت عملت مباراه رائعه مع كوستاريكا وكانت كسبت 7-0. المغرب كمان بتلعب بطريقه 4-3-3 او 4 باكات، وامامهم واحد اللي هو سفيان امرابط وسط المدافع، وامامه 2 غالبا بيكونوا اناحي وعبد الحميد صابري، والامام طبعا حكيم زياش على اليمين وسفيان بوفال على الشمال ويوسف النصيري في القلب. امبارح كان في ناس كتير جدا بتهاجم وليد الرجراجي، تقول ازاي ما بيلعبش عبد الرازق حمد الله على حساب يوسف النصيري. لكن وليد الرجراجي في ال3 مباريات اصر انه يبدا بالنصيري، واذا كنتوا عايزين الحقيقه له حق. يوسف النصيري في المواقف في المباريات الصعبه لاعب مميز. يوسف النصيري بيعرف يروح بالكره من بره ال 18 زي الهدف اللي سجله امبارح. لو ده ما عندوش المهاره في الانطلاق من خارج ال 18 ويدخل بالكره ويلعبها بالشكل ده، ما كانش كوره جت جول. مش اي لاعب عنده دي. في لعيب زي عبد الرازق حمد الله لعبه كله جوه ال 18 في الزحمه، كرات عرضيه، بياخد مراكز، يعني بيجيد احتلال الاماكن المناسبه والتهديف من داخل المنطقه. فبالتالي يوسف النصيري ومع المساحات اللي كانت موجوده امبارح ومع مهارته زي ما قلت في الانطلاق من خارج المنطقه كان مفيد جدا. عايز اقول لحضراتكم طبعا انه المباراه هتبقى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. كل التوفيق للمغرب. كابتن خالد، يعني انت بتقول لي انت سعيد جدا بالمغرب وبتقول راهنت عليها قبل البطوله. ده حقيقي، لاني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا المغرب، لا تحس حضرتك ان في استعدادات قويه جدا، لان انا كنت متابع كمان بعض التدريبات وبعض المباريات بتاعتهم، كان في جديه جامده جدا. وطبعا المدير الفني اللي هو وليد الرجراجي لا بصراحه حاجه محترمه، لان هو كان برضو مدير فني
في نادي الوداد المغربي، الوداد والفتح بالظبط. فعمل نتائج محترمه جدا في البطولات الافريقيه، فبالتالي كان في باور وسبورت ليه جامد جدا، وعمل فتره اعداده كويسه جدا، عمل استعداده كويسه قوي. فلا تيم المغرب حتى في شباب، في حيويه، في شغلهم الجماعي كمان متغلب عليهم، وفيهم كمان قدرات فرديه عاليه جدا. انت امبارح شفت الجول فيه ذكاء. الجول الثاني طبعا يوسف النصيري. يوسف النصيري انت عارف كان في رهان وفي يعني الاعلام بيطالب بالدفع بعبد الرازق حمد الله بدلا من يوسف النصيري. يوسف النصيري عنده ميزه، بيقدر ينطلق من الخارج ويستغل المساحات. عبد الرازق جوه الصندوق، جوه الصندوق ده متحرك. وفضل وليد الرجراجي على قناعه انه يبدا بالنصيري. اعتقد امبارح كتير جدا قالوا ان وليد الرجراجي اصلي برضو دي وجهه نظر فنيه. انت حضرتك تقول وانا ممكن اقول، بس انا اللي حاسس لان انا اللي جوه المكان، فحاسس وبعدين حاسس ان ده مردود ده ايه. وممكن لا يعني يوسف النصيري مثلا بيلعب الفترات اللي هي ممكن يعمل له قدرات هجوميه، زي ما الله يرحمه كابتن حماده امام يقول لك ايه، القادمون من الخلف. فبتبقى انت ليك الحريه، ليك المساحات، وشك للجول. تمام. وبرده انت برده في توقيتات معينه محتاج الاسترايكر اللي هو بيشتغل جوه ال 18 زي على مضموننا الداخلي. لازم عشان كده تكون قاري الجيم قبليها بالظبط، السيناريو اللي بتعمله. كندا كيف تكون الصوره، ولو سجلت بدري هيبقى عليك ايه، والضغط ايه، والسرد باكات بتوعهم ايه. طب انا عايز الحقيقه اخد رايك في حاجه مهمه جدا. اتفضل. دايما انا بحب ان احنا نتكلم في الجديد. انا هتكلم طبعا امبارح انجاز عظيم وفريق رائع المغرب وكلنا سعدنا، لكن انا عايز اتكلم على مباراه المغرب واسبانيا اللي هي كل العالم العربي بيتكلم عليها دلوقتي، لان اسبانيا واحده من الفرق القويه. ويمكن قلت ان نتكلم على المغرب واسبانيا يا جماعه دلوقتي، وقلت انه يمكن اسبانيا بتلعب بطريقه مختلفه شويه، يعني لا تعتمد على الكرات العرضيه الكتير، الكرات العابره للقارات من الباك رايت للباك ليفت والوينج رايت، لا بيلعبوا ارضي ولا اختراق في العمق. كيف تتعامل مع فريق في حجم اسبانيا؟ ده في كمان حاجه، انت دلوقتي انت تحس ان الثلاثه اللي هم اللي قدام طبعا، واخد بال حضرتك اللي انت اسينسيو توريس واولمو، مفيش سترايكر. واخد بال حضرتك، التحركات فيها حريه. بالظبط، مفيش تقيد بمراكز، في تحركات طبعا تحركات عاليه جدا فنيه. فدي طبعا بتعمل خلخله كبيره جدا طبعا للفرق المنافسه، اي مدافع طبعا. وبعدين كمان ايه، التحضير، التحرك السريع، التمرير السريع، واخد بالك، ده كل الشغل ده طبعا. وبعدين كل شغلهم حضرتك في 40 متر. ما هم بيعتمدوا حتى لعب طريقه لعب برشلونه، انت فاكر؟ بالظبط، اللعب الريال. وهو على فكره توريس بيلعب في برشلونه واسينسيو بيلعب في الريال. في الريال، ما انا بقول لحضرتك. لا، وفي سرعات كمان حضرتك. طيب كيف تتعامل؟ المغرب بتلعب 4، بتلعب طبعا على اليمين باشرف حكيمي ونصير المزراوي في الشمال ونايف اكرد ورومان سايس، وامامهم في الهاف ديفندر سفيان مراد. بتلعب 4-3-3. هل تلعب بشكل مختلف؟ هل تلعب ب5 مدافعين؟ هل تلعب ب2 هاف ديفندر مثلا؟ او ازاي كيف تواجه المهارات العاليه دي واللعب الارضي والمساحات الصغيره اللي بيعرفوا يتحركوا فيها؟ هي نمره يعني الاهم عندي قوي الحاله البدنيه عندي، الحاله البدنيه في التيم المغرب. لو الحاله البدنيه طبعا عاليه جدا، في 5 ايام فارق الحمد لله. طبعا. لا، انا بتكلم كمان على المرحله اللي قبل كده. انا وصلت لمرحله ايه. تمام. فانت ممكن بتلعب 4-3-3 وممكن تلعب ب3-4-3. يعني ممكن تلعب بعمق، بس انا من وجهه نظري الشخصيه انك انت لما بتلعب بعمق متاخر، واخد بالك، فممكن بيسبب بعض المشاكل. لكن لو في عمق في نص الملعب فانت ممكن تقضي الخطوره في نص الملعب. يعني لما بقضي على الخطوره في نص الملعب احسن ما اوصلها في الثلث الدفاعي. يعني انت محتاج لاعب وسط مدافع طبعا. طبعا متاخر. بص حضرتك، يمكن كان في افكار كويسه قوي. كان في بيتلعب زي ليبرو لنص الملعب. ليبرو لنص الملعب. الليبرو لنص الملعب ده ليه تحركات معينه، التحركات العرضيه مش تحركات طوليه. تمام. بحيث ان ممكن الناس اللي هم العمودين اللي معايا تحركاتهم طوليه، لكن الراجل ده بيبقى تحركاته عرضيه بحيث التغطيه تمام على في الجناب. وبعدين ممكن برضو في خلال الجيم ان انت يعني وانت بتشتغل انت ممكن ايه، لو يعني احنا دايما حتى لما بنيجي نلعب مثلا هنا عندنا في زي نادي الزمالك بيلعب 3-4-3. تمام. فبيدي حريه لاطراف الملعب، بيدي حريه لاطراف الملعب اللي هم الباكين. زي سي مثلا عمر جابر وفتوح مثلا يعني. تمام. لكن انت لما تيجي تلعب 4 يعني 4 عادي وبتلعب بليبرو نص الملعب،
الطرف اللي بيزيد خد بالك ممكن الطرف الثاني بيخش لجوه، بحيث ان انت تكون عندك زياده عدديه في النواحي الدفاعيه. لانك طول ما الجيم ماشي، طبعا اسبانيا فرقه تقيله وهتلاعبها المغرب، فلا ففي طبعا هتبقى في صعوبات عاليه جدا. يعني انت بتقترح يكون في 2 هاف ديفندر، طب الباكات 4 زي ما هم، 4 مدافعين؟ لا 4 زي ما هم، لان برضو في تيم نادي في تيم منتخب المغرب لا في قوه، في السرعه، في يعني الخبرات يلعبوا 4-4-2 في الماتش ده، يلعبوا ب2 وسط مدافع في وسط الملعب، وطرف يمين وطرف شمال، واثنين فراوده بدل 3. وممكن برضو لو هيلعب بنفس اسلوب اللعب، لو بنفس اسلوب اللعب، بس في مشكله، المشكله او مش المشكله، يبقى في انت بتعمل ايه؟ اطراف الملعب اللي هم الطرفين اليمين والشمال لازم لما بتفقد الكرة بينزلوا مع نص الملعب، يبقى بتلاقي هنا في كثافه عدديه. يعني عايز اقول لحضرتك بتلعب 4-3-3 مفيش مشكله، بس الراجل المحور بتاع اللي هو الارتكاز ما عندوش الزياده العدديه ورا المهاجمين او ورا نص الملعب. تمام حضرتك؟ يبقى تحركه عرضي، بحيث ان هو بيعمل التغطيه على ايه؟ على الناس اللي هي يعني حضرتك لما المهاجمين بيضغطوا تيم اسبانيا لما بيجي يضغط على تيم فرقه المغرب، يبقى في ليبرو لنص الملعب. ليبرو نص الملعب يبقى تحركه عرضي غير الهاف ديفندر او الوسط بالظبط كده. هو ده حضرتك. يعني انت بص حضرتك، هو عنده سفيان مرابط خلاص، ده لاعب ارتكاز رائع ومميز، تمام. يفضل انت بتقول في مركزه ومعاه لاعب اخر تحطه ليبرو متقدم على اساس ان هو برضو ايه بيعمل ايه الكثافه الدفاعيه في نص الملعب، وبتعتمدوا على الكونتر اتاك، واخد بالك، لان برضو تيم المغرب عنده سرعات وعنده مهارات عاليه جدا طبعا. تمام. وبرضو ايه بس يعني انت مش هتلعبهم جيم مفتوح بقى، ده انت لا انا بقفل من نص ملعبي وتضيق وتضيق بالظبط. وهو كمان الرجراكي مثلا ممكن بيقسم سيناريو للمباراه. يعني انت خد بالك، يعني انا مثلا في الاول انا ممكن اعمل ضغط عالي شويه احسسهم ان انا جامد يعني بالظبط.